النهاردة هنتكلم عن كتاب هو عامل مبيعات كتير جدا، وكمان موجود كتير جدا في مكاتب. فأنا قريت الكتاب ده وابتديت ان انا ألخصه لكم في شكل فصول، لأنه هو أصلا ما فيهوش فصول، هو عبارة عن زي مقال كده. تمام. الكتاب اسمه أيوة أنا اتطلقت. الكتاب ده اللي كاتباه أستاذة آية إيهاب، والمفروض إن هو المحتوى بيتكلم عن تجربة تعاشت بالفعل، وكمان في شكل مقال صغير بتحكي فيه مواقف معينة وأفكار مرتبطة بالفصل الأول أو الجزء الأول. إن أنا حاولت إن أنا ألخصه، هو بيتكلم عن بداية الحكاية اللي اتجوزت أصلا. بتحكي آية عن أحلامها كبنت مصرية عادية، فستان أبيض بيت دافي، راجل يحبها. بتعترف إنها كانت داخلة الجوازة وهي مش جاهزة تماما، لكن بتحاول في الجواز. كانت بتحاول تبقى الزوجة المثالية، لكن بدأت تحس إنها بتخسر نفسها. ودي يعتبر الجزء الأولاني من المقالة، وياريت نركز جدا عشان نعرف إيه الأسباب ليه في ناس بتتجوز وفي ناس بيبقى مش في دماغها حاجة أصلا، وكمان بيبقى في ناس ما عندهاش أصلا تحمل المسؤولية وكمان بتبتدي إن هي تتجوز. الكلام ده للرجالة أو للستات. الجزء التاني أو الفصل التاني أنا مش مبسوطة. بدأت المشاكل تظهر واحدة واحدة، في حاجات صغيرة كانت بتتراكم وفي حاجات كبيرة كانت بتتخبى تحت السجادة، يعني كانت بتستخبى بمعنى أصح. بتقول إن في نقطة معينة حست إنها لو كملت هتختفي، مش هتكون آية تاني اللي كانت تعرفها. الفصل الثالث القرار الصعب، أنا هتطلق. كانت اللحظة دي أصعب قرار في حياتها، خايفة من كلام الناس، من الفشل، من نظرة أهلها، من المستقبل، بس كانت أكتر خايفة تفضل تايهة ومش مرتاحة. الفصل الرابع الطلاق مش نهاية. بعد الطلاق مفيش حفلة ولا راحة فورية، كان في وجع بس كمان كان في راحة من المعاناة اليومية. بدأت تفهم إن الطلاق مش نهاية العالم وإنها مش لوحدها. الفصل الخامس الناس قالت إيه. واجهت حكم المجتمع، أكيد هي الغلطانة، ما كانتش بتحافظ على بيتها، حتى القريبين منها بقوا يسألوها تتجوزي تاني إمتى، مش انتي عاملة ايه دلوقتي، طب انتي عملتي كده ليه، وبيبتدوا ينتقدوها ويلحقوها بكلمة ان انتي مطلقة وازاي هتعيشي في المجتمع وانتي مطلقة. الفصل السادس أنا الأولوية. بدأت تشتغل على نفسها وعلاج نفسي وفهم ذاتي وحب النفس، وبقت تعرف تحتمل الوحدة، بقى عندها القدرة ده، وتحس بقيمتها بعيد عن لقب زوجة. فهمت إن السعادة مش في وجود حد، لكن في السلام اللي جواها. الفصل السابع لكل واحدة خايفة. بتوجه رسالة لأي بنت بتمر بنفس التجربة، انتي قوية والطلاق مش عيب، أهم حاجة تكوني صادقة مع نفسك وتعرفي انتي عايزة ايه فعلا، ولو قررتي تنفصلي انتي مش فاشلة، انتي بتحاولي تعيشي. الفصل الثامن بداية جديدة. الحياة بعد الطلاق مش وردي، بس فيها فرص حقيقية لنمو شخصي. بقت تشوف نفسها أحسن وأقوى وأهدى. بتقول أنا اتطلقت بس لقيت نفسي من جديد. عايز أقول لكم إن الكتاب ده يعني لقى هجوم شوية من قبل الرجال، مع إن أنا شايفة إن الكتاب هو مفهوش يعني غلطات كتير، غير إن هي من الأول خالص من البداية زي ما قالت إن هي ما كانتش جاهزة. وكم حد فينا سواء راجل أو ست ما كانش جاهز لخطوة أصلا الجواز، تحمل المسؤولية، أو كان بيهرب بالجواز بحاجة، يعني كان بتهرب مثلا من البيت بالجواز، أو كان بيهرب مثلا من ضغط الناس إن أنت كبرت ولسه ما اتجوزتش ومخلفتش وولادك هيبقوا أو أنت أكبر منهم بكتير والحاجات دي، فبيضطر إن هو يتجوز. سواء ده أو ده، ملخص الكتاب بيحكي عن تجربة آية إيهاب بعد ما أخذت القرار الطلاق. بتحكي القصة بصراحة ومن غير تجميل، وبتشرح إزاي وصلت للقرار ده، والوجع اللي هي مرت بيه كان كبير جدا، وكلام الناس والخوف من نظرة المجتمع. بتبدأ تحكي من أول جوزها، وكانت فاكرة إنها هتعيش الحلم، لكن الواقع كان مختلف. حاولت كتير تصلح وتحافظ، في الآخر قررت تمشي علشان تنقذ نفسها من الاختفاء التدريجي. آية ما بتقدمش نفسها كضحية ولا بتحكي علشان تشتكي، بالعكس بتفتح قلبها لينا علشان تقول لأي واحدة عدت بنفس التجربة إنها مش لوحدها. الفكرة الأساسية في الكتاب إن الست ليها الحق تختار تبعد لما العلاقة تبقى مؤذية، وليها الحق إن هي تكمل برضو لو هي عايزة تعيش في الأذى ده. إن الطلاق مش نهاية الحياة، ممكن يبقى بداية جديدة. المجتمع محتاج يغير نظرته للمرأة المطلقة، إن حب الناس وفهم الذات أهم من أي لقب، وإن الست مش لازم تعيش تعيسة علشان ترضي الناس.
ناس كتير جدا كانوا يعني رافضين فكرة العنوان، ان ازاي عنوان يبقى جريء بالشكل ده. واجهت مشاكل كتيرة جدا في ان الطلاق الناس شايفاه وصمة عار، فهي حاولت ان هي تظهره بشكل عنوان الكتاب ان هي مش حاجة غلط. حتى وهي بتحكي تجربتها كانت بتواجه انتقادات من ناس شايفين ان المفروض تسكت وتحافظ على خصوصية بيتها، بس هي دايما ما كانتش بتتعمق في الكتاب، ما حكتش تفاصيل شخصية ليها في الكتاب. الكاتبة كانت بصراحة يعني تخلي الناس تقول انها بتفضح نفسها او بتشجع الست على خراب البيوت، دي برضو كانت مشكلة ناس كتير قالوها. في حين انها كانت بتحاول توصل رسالة دعم لكل بنت بتحاول تنقذ نفسها. التحدي النفسي في الكتاب من أصعب الحاجات اللي بينت في الكتاب هو إيه آية أصلا بتحكي عن إيه وعن تجربة مؤلمة إزاي، وده خلى في نبرة وجع داخلي باينة في كل سطر. إنك تكتبي عن طلاقك مش سهل خالص، يعني خاصة لو الناس حواليكي لسه بيحكموا عليكي بسبب قرارك. بعض الناس اللي قرأت الكتاب شافوا إنها بتعمم وبتتهجم على الرجالة والجواز كله، رغم إنها كانت بتتكلم عن تجربتها الشخصية فقط. عدم التقبل من شريحة معينة ما تقبلوش الموضوع ده، ناس معينة رفضت الكتاب تماما سواء لأسباب دينية أو مجتمعية أو لمجرد إنها ست بتتكلم عن الطلاق بصوت عالي. ده بيأكد طبعا اللي حصل وقتها. وملخص الموضوع اللي أنا عايزة أتكلم فيه، كل واحد ليه حرية الكتابة في أي حاجة تخصه. ناس كتير اتألمت من مواقف كتير وحكتها في شكل كتاب، وكمان في كتب كمان حقيقية اتعملت أفلام. فمعنى كده ان تجربة الطلاق دي زيها زي أي تجربة، أي ظروف سواء مالية أو صحية أو نفسية أو حتى ظروف زوجية زي دي وفيها طلاق وانفصال، متاح لأي حد ان هو يكتب كتاب. بس أهم حاجة ان يا جماعة مهما قرينا ما نعممش على نفسنا، يعني مع غيرك اكيد مش بقى معاكي، والعكس برضو بالنسبة للرجالة ممكن ظروفه ده غير ظروف ده. فدي تجربة شخصية هي حكتها وقالت بمعنى اصح ما تخافيش. هي من اول خالص قالت ان هي ما كانتش جاهزة للجواز، تمام، وده مش بيبقى للستات بس زي ما انا قلت، ده كمان بيبقى للرجالة. فالجواز يا جماعة مهمة صعبة زي اي مهمة ربنا كلفنا بيها في الحياة. الجواز مش مجرد غريزة وخلاص ولابد ان هي تحصل وحتما ان هي تحصل، لا الموضوع مش كده خالص. اهم حاجة ان انت تكون متهيأ ماديا ونفسيا ومعنويا وصحيا برضو لمرحلة الزواج والارتباط، وان انت هتبقى في حد معاك هتشاركه كل شيء وهتعيش معاه على الحلوة وعلى المرة، ويبقى في قدرة استحمال وصبر ومصابرة، ويبقى في أولاد وذرية ومسؤولية ومرض وتعب وفرح وحزن ومشاركة كبيرة جدا في الحياة. فلو انت مش قد المهمة دي سواء راجل أو ست، أنا من رأيي ان انت تعيش لوحدك أفضل لك بكتير، لأن الكل هيتحاسب يا جماعة على البني آدم اللي سابه أو خانه أو غدر بيه أو وجعه أو أيا كان. فبتمنى الكتاب كده أنا حاولت ألخصه في كام كده فصل بسيط جدا وقلت لكم رأيي. وطبعا دي تجربة شخصية احنا بنقراها بس زي ما حاجات كتير قوي بنسمعها، لكن هي ما عممتش في الكتاب على الناس كلها. وبشكركم جدا، تشوفوا لايك وتشتركوا في القناة عشان يوصلكم كل جديد. شكرا جدا.